من اللقب. احتفالية شكلها جديد هذا الموسم، شعار النادي المتوج وراك أمامك للريال. لأول مرة من 89-90 فريق يحقق كأس الأبطال سنتين ورا بعض. طبعا حققها ميلان ريغوساكي، ولكن في الشكل القديم المسابقة كأس الأندية البطلة، ولكن في الشامبيونز ليج أول مرة فريق يحقق اللقب ثم يحافظ عليه. هذه المباراة رقم 250 لليوفي في كأس الأبطال، والفوز رقم 245 للريال في كأس الأبطال. وأنت فسر واستنتج. يا نراش بداها ويا نراش يجيبها، ونجيبك نجيبك يا المسرارة، نجيبك يا الباهية المزيانة. دوري الأبطال لسيرخيو راموس للمرة الثالثة ب4 سنين. بالفعل هذا جديد التنظيم والبروتوكول على المستوى الأوروبي في دوري الأبطال. شعار الفريق البطل يتصدر مراسم التتويج. شوفوا التنظيم. هذه الكاس بعد أن نقش فيها اسم مدريد للمرة 12 في التاريخ. هذه كاس الأبطال تقريبا لتوزن 8 كيلوغرامات. كاس أوروبا اللي انطلقت في 56 بفكرة صحفي فرنسي في جريدة ليكيب. الريال هو دموع الفرح، اليوفي ودموع الخيبة. فيليكس الألماني يبدأ به مسلسل التكريم والبوديوم. طاقم التحكيم الألماني قدم مباراة ممتازة، مباراة بدون أخطاء. الميداليات الذهبية سوفينير أيضا للحكام. شوف استفاف الريال مدريد واستعداده بالطريقة الأوروبية والإسبانية خاصة والإنجليزية لتكريم الوصيف. شوف اللقطة هذه، شوف الروح الرياضية، شوف الكورة. كرة قدم من زمن آخر. صار المهدي بن عطية بالنسبة للكرة العربية. لن يعاد الرقم ماتجير، أيضا ماتجير يبقى وحده اللي فاز بدوري الأبطال من العرب في عام 87 مع بورتو في ماتش تاريخي في فيينا على بايرن. إذا الميداليات الفضية الساموا. مانزوكيش سجل هدف ولا أروع، هدف من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة، ولكن لا يشفع. بيبيتا هيغوايين ما ظهرش اليوم. كوادرادو تم إقصاؤه. مرة أخرى الميدالية الفضية بعد ويمبلي 2015 لهذا الجيل تأتي فضية 2017 في كارديف. تقريبا بريطانيا ليست مباركة على اليوفي باعتباره ثالث نهائي يخسروا اليوفي في الأراضي البريطانية، لأنه أيضا نهائي 2003 خسروا في مانشستر، و2015 في لندن في ويمبلي عاصمة الضباب، والمرة هذه في ويلز الجارة منهم والقريبة منهم. إذا تلك الأيام نداولها بين الناس. دوري الأبطال رقم 62 اللي انطلقت في سبتمبر توصل نهايتها في هذه اللحظات مع كأس ريال مدريد. إن شاء الله نلقاكم بخير السنة القادمة في كييف، النهائي القادم في أوكرانيا. تكريم أبطال أوروبا فران، كريم بنزيما، الحراس الاحتياطيين لمدريد هذا كاسيا، دانيلو تلعب 5 دقائق في الريال تز بطولة أوروبا. كازيميرو، كيلور نافاس وقف اليوفي في بداية المباراة
ماريانو ناتشو القاها الريال ضد بايرن وقت اللي تضرب بيبي وفران كارفاخال. اسينسيو يقبل الكاس، إيسكو وقبل على جبين أغلى كاس. لوكاس فاسكيز، مودريتش الكرواتي، كوفازيتش ابن الدار ومن نفس البلاد. الألقاب المدريدية تعمر بها الخزائن. ابن الكافيتيروس دي كولومبيا خمس رودريغيز وبيل ورا بعضهم، والاثنين الأقرب لمغادرة مدريد على هذا الامتياز. بيبي نفس الشيء، ممكن الوداع. رونالدو لن يرحل لأنه روح مدريد، ومدريد أعطاته اللي ما يقدرش يعطيه له أي نادي آخر. مارسيلو من أبرز اللاعبين في هذا الموسم وأكثرهم استقرار. زين الدين زيدان كاتب المعزوفة، كاتب السيناريو، وهو رجل الإخراج. الآن الكابيتان راموس، الآن سيرخيو، ذهبية رابعة في 5 فاينل لكريستيانو. والآن الكاس الأوروبية سترفع للمرة 12 لنفس الفريق، لنفس الدار، لنفس الألوان، لنفس التاريخ، بنفس الرصيد. ريال جراندي مدريد سترفع عالية كاس أوروبا أم الوثنين هنا في كارديف في الساعة 11 وترتيب الوقت الأوروبي بالضبط. يرفعها بالضبط سيرخيو راموس بعالم الأندلس، بعالم أندلسي وبقلب إسباني وبعشق مدريدي ولمجد ريالي. الرويال الريال يمتلك أوروبا من جديد، يدشن أوروبا بلقب 12 في انتظار 13. شدوا دياركم، شدوا دياركم. الريال صادمين. 12 بطولة للميرينج الريال مدريد، 12 بطولة. 56 كانت بيضة، 57 عودتهم، 58 بقات عندهم، 59 صارت تحبهم، 60 صارت تهواهم، 66 توحشتهم، 98 حلفت براسهم، 2002 رجعت لساسهم، 2014 رجعت بأساسهم، 2016 قالت أعشق الريال، و2017 قالت نموت من غير الريال. مدريد كامبيون دي لا شامبيونز ليج 2017. مبروك للريال، لقب 12، بطولة وراء بطولة ما قدونا. هكذا جمهور مدريد يغني يا السادة. هكذا أصدقائي المشاهدين تنتهي سنة أخرى كروية، ينتهي مرسم من مراسم تتويج آخر عبر بطولات كثيرة على شاشات قنواتنا بين سبورتس. مازال خير القدام. غدا كأس العالم للشباب، ومن بعد كأس القارات. التواصل مع دوريات افريقيا بالابطال والكونفدرالية عبر شاشات واحدة. هي بين بنفس الالوان، اللون البنفسجي اللي فاز به الريال اليوم تفوز به بين بكبرى بطولاتها. هكذا اصدقائي المشاهدين، تحية لكل الزملاء قبل المدريدية، وحي كتيبة ريال مدريد للفوز، مبروك عليهم. وكتيبة بين سبورتس، معلقين ومقدمين، محللين، منتجين، فنيين، إداريين، على نجاح موسم الأبطال. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله سنين دايمة. عساكم من عوادو، رمضان كريم ورمضان مبارك. راموس بقميص الأندلس وبقلب إسباني وبشعار الريال الكبير المدريدي. الريال يحتفل بال12 الآن من كارديف إلى مدريد. تتواصل أفراح عبر مدن عدة، عبر عواصم كثيرة. فالريال ليس مقتصر ومحتكر من عشاقه من ذوي الجنسية الإسبانية. الريال ليس مجرد نادي، هو تاريخ، هو ألقاب، هو بطولات، هو دون الفريدو، هو برنابيو، هو رونالدو، هو روح الريمونتادا خوانيتو، هو راؤول بلانكو غونزاليز، هو الحارس التاريخي أيضا
الحارس فرانشيسكو بويو، هو زيدان اللاعب والمدرب، هي الأسماء ديل جالاكتيوس، بيكام، أوين، نازاريو داليما الفينومينو. هو ريال الأسماء وريال التاريخ وريال العشاق. وعشق مدريد يتواصل، 12 أفراحها تتواصل، صيفية جميلة لعشاق الريال. بعد الليغا يأتي الدور على الشامبيونز. ما أروع مدريد، ما أحلى الريال في ليلة القبض على الأبطال. هارد لك للبطل الغير متوج يوفي جراندي ديتاليا، السيدة العجوز، ومرحى أو كما يقولون العشاق في الأغنية الرسمية للفريق، هلا مدريد، هلا مدريد، أهلا وهلا يا مدريد. هكذا إذا آخر اللحظات، يبوزي بالكاس ويتصور بالكاس الكابيتان راموس في انتظار صور أخرى تجمعني بكم. كل عام وانتم حيين بخير، ربي معنا ومعاكم. نرجع لاستوديو التحليل من كارديف برفقة الزميل هشام الخالسي. هشام تفضل.
هذه المباراة قدمت برعاية فيروز وليز، الراعيين الرسميين لدوري أبطال أوروبا. هذه هي الكورة يا سادة، في ناس يراوها مسألة حياة وموت، ولكن وحدهم المشجعين الحقيقيين عارفين قيمة